وبناء على طلب الجماهير اللي هم قليلين شويه بالمناسبه ولكنهم في القلب، دي قائمه وترتيب لافضل افلام شفتها في 2022. واكيد طبعا هكلمكم عن الافلام اللي شفتها، مش محتاجه يعني. فلو ما لقيتش فيلمك المفضل ارجوك ما تتخانقش معايا. وانا عارف ان الفيديو ده كده ممكن يكون فيه خناق كتير، لان انا بصراحه ساعات ارائي بتكون صادمه. بس قبل ما نبدا، لو دي اول مره تشوفني ما تنساش ان انت تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده لو حابب اصلا ان انت تشوفني تاني. ممكن بقى ان انت تعمل لايك للفيديو، خلينا نوصل الفيديو ده 2000 لايك. الفيديو اللي فات جاب 3000 لايك، فلو كل واحد بيشوف الفيديو يعني يعمل لايك، فبس كده هنوصل لها. ومن غير كلام كتير بقى يلا بينا على الفيديو. وطبعا هنرتب الافلام بالطاير اللي احنا عملنا بيها المسلسلات. اول حاجه توب الكنتالوب، ودي كده يعتبر احلى افلام انت ممكن تشوفها السنه دي. ومعانا تحتها على طول جامد استمر. ايوه الفيلم حلو هتتفرج عليه وهتستمتع، ولكن انا بالنسبه لي كنت طمعان شويه ان الفيلم يكون احسن، بس ستيل الفيلم حلو تتفرج عليه. ومعانا بقى حلو بالظبط كده، هي حلو بس اتفرج عليه وانت بتاكل، يعني فيلم للتسليه ما تستناش اعظم حاجه في الدنيا. ومعانا بقى اخر اتنين تحت دول انا بحبهم بصراحه. معانا شغال بس لا، الفيلم كان شغال بس جه عند نقطه معينه كده انا اتقفلت خلاص. ومعانا اخر حاجه بقى وهي بطني وجعتني. بالنسبه لي هم اسوأ واوسخ الافلام اللي انت ممكن تشوفها السنه دي. فخلينا بقى كده نخش على الافلام اللي معانا في الفيديو. معانا اول فيلم هو دكتور سترينج مالتي فيرس اوف مادنس. ايوه فيلم مخيب للامال شويه. ومعانا تاني حاجه هو الفيلم العظيم الذي لا يقارن، فيلم بحبك او بحبك، اللي لحد دلوقتي ايوه انا لسه بتلخبط في اسمه. والفيلم الثالث وواحد من افلام مارفل اللي نزلت السنه دي، هو فيلم موربيوس. ومعانا بقى الفيلم المثير للاهتمام جدا بصراحه، وهو فيلم يعني استنوا بقى كده عشان اقول اسمه لان اسمه طويل بصراحه، Everything Everywhere All at Once. انا حاولت والله ان انا اقولها بسرعه بس هي جت كده. ومعانا واحد من الافلام اللي انا حبيتها جدا هو فيلم ذا باتمان. معانا فيلم مختلف جدا ومن الافلام اللي انا اشوفها بصراحه كانت كويسه السنه دي، هو فيلم ذا نورثمان. ومعانا فيلم فانتاستيك بيستس، واللي بالمناسبه ده هيكون اخر فيلم في السلسله دي. ومعانا فيلم برضو المارفل وهو فيلم ثور لاف اند ثاندر. ونيجي الفيلم ذا بوليت ترين اللي انا كنت محتار بصراحه هل احط بوليت ترين ولا ذا جراي مان، وفي الاخر اخترت بوليت ترين لان ما اعتقدش ان كل الناس اصلا شافت ذا جراي مان. ونيجي الفيلم مارفل اللي عليه اراء مختلفه بصراحه، بلاك بانثر واكاندا فور ايفر. ادم ساندلر يعود بفيلم هاسل اللي عجبني. ومعانا الفيلم الوحيد لدي سي هو فيلم بلاك ادم. تاني فيلم مصري معانا هو فيلم كيرة والجن. ايوه انا حطيته الصراحه لان الفيلم حلو. ومعانا واحد من اقوى الافلام الحربيه اللي نزلت السنه دي، هو فيلم اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت. ومعانا فيلم توب جان اللي حقق نجاح كبير جدا ما كانش حد يتوقعه. هقول عليه شويه كلام كده فتاكد ان انت تشوف الفيديو للاخر. فخلينا نبدا كده مع اول افلام مارفل، دكتور سترينج مالتي فيرس اوف مادنس. الصراحه الفيلم ده اتظلم جامد، يعني انا كنت شايف ان هو ممكن ياخد حقه اكبر من كده، ولكن هو نزل في فتره ما ينفعش تنزل فيها افلام. الفتره اللي كانت بعد فيلم سبايدر مان نو واي هوم، حرفيا فيلم سبايدر مان نو واي هوم كان مقفل سقف الفانز، فاي فيلم بعده كان هيسقط. غير بقى ان مارفل قعدت تسوق ودعايه وهنطلع شخصيات في الفيلم، وفي الاخر ما شفناش اي حاجه. يعني الشخصيات اللي ظهروا ما كانش ليهم اي تاثير قوي في القصه، الظهور بتاعهم بس كان عشان يخلوا شخصيه واندا هي الاقوى في عالم مارفل. فبصراحه كده بعد الكلام ده كله فيلم دكتور سترينج نبقى بنجامله لو حطيناه في جامد استمر. فايوه فيلم دكتور سترينج يا حلو يا شغال بس لا. فيلم دكتور سترينج هيروح لشغال بس لا. عارف لو كان نزل في فتره تانية كنت قلت لك الفيلم حلو. ونروح لتاني فيلم معانا بحبك او بحبك، ويعني الافلام دي انا بحب احطها كده عشان ارميها في بطني وجعتني على طول، ما بحبش بقى افكر ولا اتكلم عليها كتير. الفيلم وصل لدرجه من السوء بالنسبه لي، يعني انا ما شفتهاش قبل كده. ومعانا بقى فيلم تاني المارفل، يعني فيلم انا كنت متوقع له انه هيكون احسن من كده، ولكن للاسف في النهايه فيلم موربيوس ما كانش تجربه كويسه جدا في السينما بالنسبه لي. فيلم موربيوس بعد تفكير ما دامش حتى دقيقه هوديه شغال بس لا. مارفل النهارده هتكتسح شغال بس لا. شفتوا بقى كل الافلام دي نحطها على جنب ونخش على فيلم Everything Everywhere All at Once. الفيلم ده بجد كان من اقوى الافلام اللي انا شفتها. شايف بقى التوقعات والمالتي فيرس اللي كان هيكون موجود في فيلم دكتور سترينج، كل ده واحسن كان موجود في فيلم Everything. فالفيلم ده بصراحه كان فيلم ممتع جدا، لو لسه ما شفتوش روح اتفرج عليه. الفيلم ده على طول هيروح لجامد استمر. اخيرا اول فيلم معانا يتصدر القائمه. بعدها على طول نروح لفيلم السنه بالنسبه لي، هو افضل فيلم سوبر هيرو نزل السنه دي. سواء بقى انت اختلفت شفت الفيلم ممل او لا، الفيلم فعلا كان من ناحيه التمثيل، اخراج، القصه، كل شيء كان متقن. ما لقيتش اي مشكله في الفيلم ده، وعشان كده الفيلم ده يروح لتوب الكنتالوب. الفيلم ده من كتر ما هو حلو انا ممكن اقارنه بثلاثيه كريستوفر نولان عادي جدا. والفيلم الوحيد اللي ذا باتمان مش هيتفوق عليه هو فيلم باتمان ذا دارك نايت. ده مش عشان قصه دارك نايت كانت افضل من ذا باتمان، لا، عشان بس وجود الجوكر اللي موجود في دارك نايت حاجه تانية خالص. ونوصل لواحد من افلام الفايكنج اللي انا اتفاجئت منه، ما كنتش متوقع الصراحه ان الفيلم ده يطلع حلو. الفيلم مختلف غامض، احداثه بطيئه شويه، لكن في النهايه انت هتاخد تجربه مختلفه وتجربه ممتعه. عشان كده فيلم ذا نورث مان احطه في حلو الصراحه، ما يوصلش لجامد استمر لان هو مش هيناسب كل الناس، لان زي ما قلت لكم احداثه بطيئه شويه. وصلنا
فيلم فانتاستيك بيستس، اخر فيلم في السلسله بعد ما خلاص الشركه قررت ان هي مش هتكمل السلسله دي، وده قرار صح بصراحه. انا مش شايف ان العالم ده يطلع منه افلام، وخصوصا في السلسله دي. هاري بوتر خلص وخلاص، مفيش اي سلسله افلام هتوصل للنجاح ده في العالم بتاع هاري بوتر. وعشان كده الصراحه الفيلم ده انا ما استمتعتش بيه. كان مدته اكتر من ساعتين على ما اتذكر يعني، ولكن الفيلم بصراحه ما كانش قد التوقعات. ده غير طبعا ان الفيلم ده كان عليه مشاكل بسبب بعض المشاهد اللي موجوده فيه، فعشان كده الفيلم ده هيروح لشغال بس لا. انا مش عارف انا باجي على الافلام ولا لا، بس ده رايي يعني. لو انت مش متفق معايا فقول لي في الكومنتات. توصل لواحد من افلام مارفل، والسنه دي كده انا بسميها سنه مارفل الهابط. كميه افلام نزلوا مفيش فيلم واحد اقدر اقول لك كده اتفرج عليه هتستمتع، ما عدا الفيلم اللي احنا لسه هنتكلم عليه كمان شويه. لكن فيلم ثور لاف اند ثاندر بصراحه كانت الكوميديا فيه سيئه جدا، القصه نفسها ما كانتش احسن حاجه، حتى شرير الفيلم ما خدش حقه خالص. والمشكله بقى ان مارفل كل فيلم تطلع تقول لك الشرير اللي في الفيلم ده هو اعظم شرير في تاريخ المجره، وفي الاخر بنشوف قصه معتاده وشرير زي اللي قبله. عشان كده ثور لاف اند ثاندر هيروح لشغال بس لا. اي فيلم هتزنق فيه هحطه لك في شغال بس لا. يا جماعه معلش، ثور لاف اند ثاندر ما يستحقش شغال بس لا. انا احطه في بطني وجعتني. انا مش عايز الصراحه احط ثور مع دكتور سترينج، على قد ما دكتور سترينج ما كانش احسن حاجه، لكن ثور كان سيء جدا يعني. اسهم شركه مارفل دلوقتي بعد ما حطيت فيلم ثور في بطني وجعتني هتبقى كده. نوصل لفيلم فاجئني، فيلم بوليت ترين، اللي كان تجربه مختلفه واكشن مختلف، والفيلم ممتع جدا. انا عايز اقول لك ان انت الفيلم ده لو اتفرجت عليه كده وانت بتاكل ومجهز الاكل فبصراحه هتاخد متعه، وكمان بقى لو شاشه كبيره بص انت كده مش عايز حاجه تاني. الفيلم كوميديا حلوه، اكشن حلو، حتى القصه نفسها مخلياك متحمس كده وعايز تعرف ايه اللي هيحصل في الاخر. وقصه الفيلم بالمناسبه كده سريعا لو انت لسه ما شفتش فيلم بوليت ترين، هي عباره عن كذا شخص بيتجمعوا في قطر بمهمه واحده، ان هم يلاقوا شنطه. فكل واحد بقى موجود في القطر مش عارف ان في ناس غيره بتدور على الشنطه برضه، فكلهم بقى بيخبطوا في بعض، وبنشوف اكشن وكوميديا الصراحه ممتعين. وعشان كده فيلم بوليت ترين بصراحه احطه في جامد استمر. انا عايز اشوف افلام اكتر من النوع ده. انا بحب الافلام اللي يكون فيها اكشن جديد، يكون فيها كوميديا حلوه، احب اتفرج على الحاجات الجديده. مش شرط الافلام اللي هي تبقى حلوه يكون فيها اعظم اداء تمثيلي. مش كل الناس بتتفرج على الافلام عشان تشوف اداء تمثيلي عظيم. في اوقات كده انت بتبقى قاعد عايز تشوف فيلم حلو، فيلم ممتع، تاخد منه اكشن كوميديا كذا حاجه، فالفيلم ده بصراحه مناسب جدا. وانا تعبت بصراحه بفكر اخد بريك، بس لا عشان خاطركم وهكمل. انا عايز اكل بصراحه بس لا هكمل الفيديو. فانت ممكن تنزل تعمل لايك بما ان اخوك جعان يعني ومضحي بمعدته عشان يعمل الفيديو. ما عملتش لايك ها، انا عارفك وهجيبك. نوصل لفيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر. الفيلم ده كان حلو مبدئيا كده، ولكن مده الفيلم بصراحه كانت طويله شويه. بس اجمالا فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر هو احلى فيلم المارفل شفته السنه دي، وعشان كده فيلم بلاك بانثر هيروح لجامد يستمر، لانه بصراحه كان فيلم مؤثر جدا، وكان يعني بمثابه الوداع للممثل تشادويك بوزمان. ولحد دلوقتي مفيش غير فيلم واحد هو اللي في توب الكنتالوب. هل في افلام هتنضم له؟ اعتقد ايوه. نوصل لفيلم هاسل، واحد من الافلام اللي اتفرج عليها وانت بتاكل هتستمتع. الفيلم ده حلو، ادم ساندلر عمل دور جميل جدا. لو بتحب افلام التحفيز، الافلام اللي فيها موتيفيشن كده تخليك تقوم تعمل كذا حاجه بعد الفيلم، فالفيلم ده اتفرج عليه. ونوصل لفيلم بلاك ادم، اللي انا في ناس شفتها عاجبها الفيلم جدا، وناس تانية بتقول لا الفيلم ده زيه زي افلام دي سي اللي محدش هيفتكرها. وبصراحه انا بعد ما طلعت من الفيلم كان عاجبني، ولكن اتصدمت بقى بالاخبار اللي نزلت بعدها بفتره ان مفيش جزء تاني من بلاك ادم، مفيش عالم سينمائي في دي سي. كل اللي شفناه في الفيلم ده ما اعتقدش ان احنا هنشوفه تاني او هنشوف حاجه ليها علاقه بيه. احتمال اصلا ان دوين جونسون ما يرجعش لشخصيه بلاك ادم تاني، فعشان كده الفيلم كنت هحطه في جامد استمر على فكره، بس هيرجع لحلو. بعد تخبطات دي سي الصراحه فيلم بلاك ادم بقى مجرد فيلم ان انت تشوفه لمده ساعتين ومش هيترتب عليه اي شيء في عالم دي سي. لكن قبل الاخبار اللي نزلت دي لو كان العالم كمل فبلاك ادم كنت هحطه في جامد استمر، لان انا كنت عايز اشوف بلاك ادم وسوبرمان مع بعض، وكان هيبقى في حاجات جامده هتحصل. ونوصل للفيلم المصري اللي معانا في القائمه دي، وفيلم كيرة والجن، واحد من احلى الافلام المصريه اللي انت ممكن تشوفها الفتره الاخيره. الفيلم معمول فيه مجهود كبير. ايوه الفيلم ممكن يكون فيه شويه مبالغه في الاخر، في ناس ما بتموتش، ولكن يعني اجمالا الفيلم حلو. بس مش هحطه في حلو يعني عشان قلت فيلم حلو، لا فيلم كيرة والجن يتحط في جامد استمر. وعلى فكره انا ممكن احطه في توب الكنتالوب، لانه مقارنه بالافلام المصريه اللي بتنزل فلا فيلم كيرة والجن حاجه تانية. بس ده لا يعني ان هو احسن من الافلام الاجنبيه اللي تحت، احنا هنا قارناه بالافلام المصري، فعدوها بقى يا جماعه. احنا اصلا الافلام المصريه عندنا ميته يعني، فما بنصدق كده اما يطلع لنا فيلم حلو. وصلنا لاخر فيلمين في الرحله الطويله اللي انا مش عارف هي طويله ولا لا، لانها لسه عامل مونتاج وكده فما اعرفش بصراحه. اعتقد الفيديو هيبقى 9 10 دقائق. الفيلم الحربي All Quiet on the Western Front. الفيلم بصراحه ده رجعني كده لايام فيلم سيفينج برايفت رايان، الافلام الجميله، الافلام الحربيه كده اللي تدخلك في المود تطلع منه متاثر ومصدوم. فالفيلم ده بصراحه يروح لتوب الكنتالوب، واحد من اقوى الافلام في السنه. لو انت لسه ما شفتوش فانصحك ان انت تتفرج عليه. تقريبا ما شفتش حد طلع من الفيلم ده وقال ان هو كان فيلم وحش، فانا قلت اقول لك يعني لو اتفرجت عليه هيعجبك. واخيرا نوصل للفيلم الاقرب لقلبي في كل الافلام اللي احنا قلناها دي، فيلم توب جان مافريك، من اقوى افلام الاكشن اللي شفتها بصراحه. لو هحطه كده في ترتيب هو افضل فيلم اكشن شفته اخر 5 سنين. الفيلم فيه كل عوامل النجاح، اكشن وحركه ممتعين جدا ويشدوكوا، معمولين باسلوب مميز جدا. المشاهد المؤثره موجوده وهتخليك تتعاطف مع الشخصيات في النهايه. وبصراحه يعني ايوه ممكن تكون القصه متوقعه، ولكن الفيلم ده مع الجزء الاول بالنسبه لي بيشكلوا كده فيلمين من احلى الافلام اللي انت ممكن تشوفها. فمن افضل الافلام اللي شفتها بصراحه في
اخر 5 سنين، وعشان كده طبعا توب جان هيروح لتوب الكنتالوب. وبكده يا جماعه يكون معانا في توب الكنتالوب 4 افلام، جامد السمير 3 افلام، برضه حلو 3 افلام، وشغال بس لا 3 افلام، وبطني وجعتني فيهم فيلمين، يعني ما انصحكش ان انت تتفرج عليهم اصلا. فطبعا انت لازم تقول لي في الكومنتات افضل 3 افلام شفتهم السنه دي، وهل متفق معايا اصلا في الترتيب ده ولا لا. فاتمنى بقى يا جماعه يبقاش في خناق في الكومنتات، لان احنا بنتكلم هنا في افلام وكده، فالموضوع لذيذ مش مستاهل. وبس كده يا جماعه، ده كان كل اللي في الفيديو النهارده. يا ريت ما تنساش ان انت تشترك في القناه لو دي اول مره تشوفني، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان الفيديوهات توصلك، ان غالبا ما بتوصلش للناس اللي عندي كلها. ولو عجبك بقى الفيديو وحابب ان انت تدعمني يعني، فممكن تعمل لايك للفيديو، ده فعلا بيفرق جدا، بيوصل الفيديو للناس اكتر. بس كده، انا علاء اسماعيل نونز موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.